اوه السنة كلش الجو حار، بس الحمد لله والشكر، الرزق خير من الله. هاي شغلة غريبة وأول مرة أشوف عنها، ما شايفها قبل. شنو هاي؟ يا الله يا الله، أقوم أذكر الله هم أنشد عليه وعليها. هاوي وين كنتوا؟ درسنا. عافية أبويا، ادرسوا وابنوا الوطن. إن شاء الله. الله يا يا الله يا الله. السلام عليكم. الله يسعدك ابويا. وعليكم السلام ويساعدك ابوي. قواك الله. قواك الله ابوي، قواك الله. بارك الله فيك. الله ان شاء الله يساعدك ويعطيك الصحة والعافية ابوي. الله يهديك وليدي. شنو هاي اللي بيدك ابوي؟ ابوي والله ما اعرف، من الساعة لقيتها بالبستان وجاي نسلك عنها. ابوي هاي تراث العراق وحاضرة وماضيين، هاي الناس تتاجر بيها وتبيعها بالاف الدولارات. افا انا طيتني للوطن وتريد نخون الوطن؟ يا ابوي انا ما قلت لك هيك، انا لا قصد ان اكو ناس ترعاها وتحميها واكو موجود متحف احنا نسلمها لهم هم يتصرفون بيه. ابويا هاي وين؟ ابوي موجود بالولاية ويفتحون يوميا. ان شاء الله باكر من الصبح نوقش ونروح ننام. توكل على الله. يلا ابوي. السلام عليكم. السلام ورحمة شلونك الله. استاذ؟ شلون صحتك؟ السلام عليكم استاذنا العزيز، الله يحفظك ويخليك. والله استريح. استاذ احنا هاي امانه جايبينها لك. هاي وخلي ابن عليوي يشرح لك عنها. والله يا استاذ احنا عندنا بستان بالريف ووالدي بيه فلاح الله يحفظه ويخليه لنا، ولقى هاي القطعه ومن جابها لي اكتشفت انه هي قطعه اثريه، ومثل ما معروف عنكم هنا بالمتحف تستقبلون القطع الاثريه والنادره وتحافظون عليها، لذلك احنا جبناها لكم حتى تصرفون بيها. بارك الله بك، بس اريد اعرف شلون لقيتها هاي القطعة الأثرية، شلون لقيتها؟ وين لقيتها؟ والله يا استاذ انا جاي اسوي ساقيه للنخله وانا جاي احفر فلقيتها، واستاذ انا ما اعرفها هاي والله. فمره رجعت للبيت سالت عليها وليدي، قلت له يا وليدي هاي شنو هي؟ قال ابويا هاي قطعه اثريه ولازم تسلم للمتحف. فهنا انا اكتشفت انه جيت اكرم النخله، بس النخله كرمتني وانا جبتها وجيتكم من الصبح. بارك الله بكم، انتم العراقيين الاصليين، هاي نخلتكم وطن. اي والله يا استاذ صدق وطن، وهواي ناس هامله للوطن. مع الاسف.